السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة كود بالعقل. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الميثودز اللي بنطبقها على الليست، وقدرنا نفهم الليست بشكل كامل وقدرنا نتعامل معاه. الحلقة دي هنتكلم عن الطبل. طيب، مقدمة بس الأول كده عشان نفهم الطبل بشكل واضح. إن أنا مش كل البيانات عندي في البرنامج بتاعي ينفع أغيرها أو أعدل عليها. في بيانات بتكون ثابتة ومش محتاجة إن أنا أغيرها، عشان لو أنا غيرتها ممكن ده يسبب لي مشاكل في البرنامج بتاعي. وهنا هنبدأ نسمع عن حاجة اسمها الطابل. الطابل في بايثون شبه الليست بالظبط في الشكل، لكن بتختلف في الاستخدام. يعني بتتشابه معاها في إنها بتخزن string، بوليان، انتجر، كل أنواع الداتا اللي موجودة عندي. في الحلقة دي هنفهم يعني إيه طابل وإيه الفرق بينها وبين الليست وإزاي نتعامل معاها بشكل عملي. يلا بينا على حلقة النهاردة. طيب أنت هتيجي تسأل سؤال لنفسك تقول يعني إيه طابل؟ الطابل دي نوع من البيانات اللي بيخزن أكتر من قيمة زي ما اتفقنا في متغير واحد زي الليست. لكن الفرق الأساسي إن الطابل غير قابلة للتعديل. يعني إيه غير قابلة للتعديل أو immutable؟ إن أنا مقدرش أعدل عليها بعد ما أعملها أو أضيف أو الكلام ده كله في الطابل، لكن ينفع أعمل كده في الليست زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت. إزاي بقى أنشئ الطابل من الأول خالص؟ باجي أعمل أي اسم variable عندي وليكن مثلا numbers. القوسين اللي أنا كنت بعملهم في الليست اللي هم القوسين المربعين اللي هم دول. أما في الطابل بستخدم القوسين العاديين خالص بالشكل ده، وهبدأ أكتب جواها أي حاجة من أنواع الداتا اللي موجودة عندي أو اللي أنا اتعرفت عليها في الحلقات اللي فاتت. وليكن مثلا واحد، عشان هي نمبرز فاحنا هنخزن فيها أرقام بس دلوقتي. وليكن واحد، اتنين، تلاتة مثلا. دلوقتي أنا عملت طابل وسميتها نمبرز وخزنت فيها واحد، اتنين، تلاتة. تمام. طيب أنا عاوز أخزن مثلا كل أنواع الداتا اللي موجودة عندي، فأنا هكتب جواها أنواع مختلفة من الداتا. وليكن هكتب مثلا بيانات شخص، داتا بتساوي، وليكن عندي string بكتبه بين دبل كوتيشن أحمد، الإيدج مثلا 20، وهكتب أخزن بوليان. وليكن كده أنا خزنت جواها كل أنواع البيانات اللي موجودة عندي. طيب إزاي أوصل للعناصر اللي موجودة في الطابل بتاعتي؟ إحنا كنا في الليست بنستخدم حاجة اسمها الإند. هنا برضو هنستخدم نفس الحاجة، مفيش أي اختلاف بينهم الاتنين. فأنا عاوز أوصل مثلا للرقم 3 ده. اتفقنا إن الإندكس بنتعامل معاها إن أنا بشوف موقع العنصر اللي أنا عاوز أوصل له فين في الطابل أو في الليست وأطرح منه واحد، ده الإندكس بتاع العنصر. يعني وليكن أنا عاوز أطبع رقم 3، برنت، وهاجي اكتب هنا اسم الطابل بتاعتي وافتح القوسين المربعين اللي انا بتعامل فيهم مع الاندكس واكتب التلاتة دي موقعها رقم 3 في الطابل. يبقى الاندكس بتاعها 3 ناقص 1 يساوي 2. كده 2 لان احنا بنبدأ في العد من اندكس من رقم 0، ف0 1 2 اللي هو رقم 3. فانا لو جيت عملت برنت دلوقتي وعملت رن للبرنامج هيطلع معايا رقم 3. طيب ايه الفرق العملي بين الليست والطابل بتاعتي؟ الفرق العملي إن أنا زي ما اتفقت مقدرش أعدل عليها. طب نيجي نجرب كده مثال ولا حاجة. عاوزين مثلا نخلي رقم 3 ده، عايزين نخليه رقم 4 الأول. بس نكتب ليست كده، أي ليست نحط فيها برضو نفس القيم اللي حطيناها فوق عشان يبقى الدنيا واضحة معانا. دي أنا كده عملت ليست. عاوز بقى أشوف الفرق العملي بين الليست والطابل. دلوقتي أنا هكتب نمبر الاندكس مثلا رقم 1، عاوز أخليه بدل ما هو بيساوي 2 عاوز اخليه بيساوي مثلا 5. فانا لو جيت عملت رن للكلام ده هيقول لي ان الاوبجكت doesn't support، يعني التابل ما بتدعمش الخاصيه دي. طيب لو انا جيت عملتها في الليست هل هينفع اعمل الكلام ده؟ نيجي ونشوف مثلا. عاوز اغير الاثنين اخليها 5، الاثنين الاندكس بتاعها رقم 1، فانا هكتب هنا 1 يساوي 5. هعمل برنت للليست هيشوف عندي المفروض يطلع لي 1 5 3 زي ما اتفقنا، طلع عندي 1 5 3. طب أنا مثلا عاوز أعمل أبند على الليست. ينفع أعمل أبند على الليست؟ هل ينفع أعمل أبند على الطب بتاعتي؟ نيجي ونشوف الموضوع ده. عندي في النمبرز أنا عاوز أضيف مثلا رقم 4، numbers دوت أبند. حتى هو ما عملهاش أوتو كومبليت عشان هي مش موجود. لو جيت عملت الأربعة وعملت رن،
برضه هيقول لي ان الاوبجكت hasn't attribute للابند مش موجودة في الطابل. طيب نيجي نجربها برضه على الليست ونشوف هل الموضوع هيبقى زي الطابل ولا لا. ونيجي نعمل برنت هنا للليست، نعمل run، ظهر لي الأربعة، 1 2 3 4. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا ريت يكون كلامي كان واضح ومفهوم بالنسبة لكم. والحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الطبل وإزاي نتعامل معاها بشكل أكتر ونفهمها بشكل أكتر. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.